كنظن ان احنا الفنانه في هذه البلاد السعيده هما اول فنان مقموع في العالم. انا نعطيك فكره غير بسيطه. احنا اشتغلنا مع الاجانب مثلا، اشتغلنا على اساس عادي يعني. بالنسبه لنا دينا الكونترا، اتفقنا على الثمن، فكتعطانا واحد القيمه اللي احنا ما كناش مولفينها. يعني غير انا وعزيز، احنا راجل ومراه، يعني كل واحد الكرفان ديالو، ماشي هذا راه انتاج بسيط، ما كندويش على شي حاجه كبيره، انتاج بسيط. كل واحد الكرفان ديالو. قلنا لهم لا ماشي بس ما كاين، حنا راه مزوجين غير خلونا. قال لك لا، خصكم نتوما في العمل تحترموا بعضكم. هو بغى ينعس، انت بغيتي ترتاحي، هو عنده التورناج يجي يبرزطك يخسر لك الدقيقه الراحه ديالك. ما كاينش احترام الفنان هنا. الوغ ثانيا اهم شيء، علاش هذا الفنان في المغرب هو الوحيد في العالم اللي ما عندوش حق الدروا دوتور؟ علاش حنا مثلا عمل كتقومي به في هذه 10 سنين، التلفازه عندها جميع السلطه وكديرها معك باش من حق هي اللي السلطه وهي اللي البلاد وهي اللي الحكومه وهي اللي الدوله، وكدير معاك كونطرا تاع السوفي، كتقول لك سيني انك غتلعب في هذا العمل وما بقى عندك عليه حتى شي حق، كديرها معاك في الكونطرا، بحيث العمل ديالك تيدوز 20 مره، وكدوز في وسط منه الدعايه اللي كتدخل بها هذيك القناه الفلوس، وانت ما كيجيكش منها حتى 1%. مع ان الناس في العالم غير حدانا، في دول حدانا، كاين اللي كيدير اغنيه وحده في حياته، اغنيه وحده تيعيش بها الحياه كلها وتيعيش بها اليز، كيعيش بها مرتاح. كاين اللي كيدير مسرحيه وحده كيقدر يعيش بها، لان المسرحيه ديالو كتكون سوكسي وناجحه، وكتبقى تتعاود الناس اخرين تيعاودوا يستغلوها، وكتبقى تدوز في التلفازه. يعني اي حاجه اشتغلتي فيها كمخرج او كفنان ممثل او كسيناريست لازم حق دروا دوتور. يعني